أهلا أصدقاء. بعد شوف أولا، من ديما ملي كنجي نهضر على المنتخب الجزائري كنهضر منطقيا، كنهضر كرويا، خلينا من العاطفة أو كذا أبدا. ومن ديما عمري يا جبت الشعب الجزائري بشي حاجة أو قلت شي حاجة فيه ماشي هي هذيك باش نتفاهموا عليها، بلا ما تهاجموني، بلا ما تقولوا شي حاجة اللي تحاسبوا عليها غدا. فباش نكونوا واضحين في إطار كرة، نبقاو في إطار كرة فقط. الجزائر شجعتها في 2014 ملي كانت اول مره كتأهل في تاريخها للدوري 16. والمعطيات اللي يمكن الناس اللي كيهاجموني حاليا ما اصلا ما تفرجوش من هاد الماتشات هذه اللي كانت الجزائر فيها في اوج العطاء ديالها. وكان تبارك الله اللي البلد الوحيد العربي اللي كان قايم بالواجب في الكرة العربية ومطلع النيفو مقارنة مع جميع البلدان العربية. المباراة الأولى كانت خسرت 2-1 بلجيكا، ضربات 4-2 كوريا، وكوريا بديك الوقت راه كانت في أوج العطاء. روسيا 1-1. من بعد قدمت أداء تاريخي ضد ألمانيا وخرجوا الأشواط للأسف الشديد وخسروا 2-1 بواحد الأداء اللي خيالي. وللمعلومة كانت ألمانيا هي اللي دات. يعني تخيل معايا تينا تلعب ضد البطل وتقدم بواحد الأداء اللي أسطوري. يعني للأسف الشديد لولا الحظ لكانت ألمانيا الجزائر قصات ألمانيا وكان النهائي 1-0 متسجل الهداف ديالو ماريو جوتزي، الهدف الرائع الأسطوري اللي كان داو بها الكأس العالم. من ديك الوقت ما تفراتو ألمانيا. فأنا من ديك الوقت كنشجع هاد الناس هادو، ماشي تجي دابا تهجم عليا كذا. حنا كنهضروا كورة، خلينا في كورة. فالبارح سقوط الجزائر 2-0 سويسرا، كانوا كيتمناو يلعبوا ضد سويسرا. فعلا تيسرت لهم لعبوا ضد سويسرا. كانوا ما خصهمش اسبانيا لدرجه انهم تفاهموا مع النمسا باش يدوزوا تعادل، باش النمسا تلعب مع اسبانيا وسويسرا تلعب مع الجزائر. لكن ما كان في المفهوم ديالو انهم قادرين على سويسرا، لكن سويسرا ما يسهلاش. وقلت هانتوما عندهم الهداف الخطر ايموبيليو مازيمبي اسطوره. هاد اللعيبه هذا هدرت معاه قبل ما يبدا المونديال، قلت هذا عنده مستقبل كبير. مازيمبي دان داي اسطوري عالمي. عندك هاد فارغاس ملي كيشبر الكره ما كيبغيش يطلقها. تشاكا حدث ولا عرش القنابل ديالو. فيلر، عندك روديغير، اكانجي، الفيردي، زكريا تبارك الله. ما كيعياش تبارك الله. عندك كوبيل اللاعب بورسيا دورتموند اللي كيلعب مع بن سبعيني، صديق بن سبعيني. ف هاد النجوم هادو راه ملي خرجتي معاهم 2-0 راه من حسن حظك. فهمتي؟ راه تبارك الله اذا ما عمروك شي 4 5، حيت بالاداء اللي عملتيه راه لا تستحق. نكونوا واضحين، ما نجاملوش يا اخي، خلينا نلعبوا كره. على الله الميساج يوصل. الناس اللي مكلفه بالجزائر بكره القدم يشوفوا الحل. الجزائر محرز 6.3، ركزوا لي مع التنقيط ديال لاعبي الجزائر. مازا 5.6.5 ضيع كره ما كيضيعوهاش اللاعبين في المستوى ديالو. ما عرفتش واش ما كاين شي تجانس ما بين اللعيبه، واش المدرب ما قايمش بالواجب ديالهم، واش المدرب سويسري هو الاصل قال لهم مشيو خسروا ورجعوا. الله اعلم. شيبي 6.3، عوار 6.3، بن طالب، زروقي، نوري هو اللي طالع عود ديك الجهه فقط. بالغالي ميندي كارثه. هاد ميندي كارثه. هاد ميندي كارثه، هو سبب الهدف الاول. كيفاش حتى خلاه يدوز الله اعلم، ما تفهمش. وحتى بالغالي ما عرفتش فين كان. يعني مازن بداية من الجهه ديالو فين كان بالغالي، الله اعلم. بن سبعيني نصيحه اعتزل دوليا يا اخي، ما كيقدم والو صراحه. زيدان، الله كما يقال اخذوا اللاعب الذي يسجل الاهداف وعطوا له مات زيدان. هذا ما ضعيف يا اخي، ضعيف. ولاعب قصير، يعني يمكن اقصر لاعب فيهم ليس شوف، اللاعب ما كتحس به اصلا حارس. فهمتي يعني؟ ما يعاونكش وما يشجعكش اصلا باش تستمر ولا تغلب. فللاسف الشديد مور هذا خرج مباشره محرز، قال لهم رسميا اعلنوا اعتزالي دوليا. واخا كان واحد الخروج ديالو لا يليق بالامور اللي قدمها الجزائر والمسيره ديالو الاحترافيه مع الجزائر. كان اقل حاجه يميك بحال اللي وقع عند مودريتش، قال لهم حاليا ما باقي ما قلت والو على المستقبل ديالي من بعد. هذا هو اللاعب المحترف. احنا العرب يلا كيت اليمينا كيدخل انا اعتزز دوليا ساليت ما نلعبش ما كذا. ما يمكنش، ما يمكنش. الاحصائيات كالتالي: الجزائر 55 45، لكن استحواذ بدون نفع. فهمتي؟ اجمالي التسديدات 11 بالنسبه لسويسرا،
8 بدون نفع. ديك 8 والله ما عملوا بيهم شي حاجة. تسديدات باتجاه المرمى جوج، اخرين 5 سجلوا منهم جوج. وتسديدات بعيدة المدى 4-3، تسديدات تم اعتراضها 3-3. تسديدات من داخل منطقة الجزاء 9-5. راه 9 عباد الله، راه مزيان اللي فلتو عيب جوج. فالكرة ثابتة 14. بخلاصة، سويسرا تستحق الفوز. انتهى الموضوع. شوفوا شي حل لهذا المنتخب الجزائري.